هلا والله حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، صحة وسلامة وعافية يا رب. ورجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة، يا رب تنال إعجابكم. خليكم وياي. أول ما نبدي فيديونا بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شوفوا لي هالباذنجان الصغار الحلو يجنن. أكيد عرفتوا الوصفة شنو، أكيد مبينة وواضحة. قبل ما نبدأ وصفتنا بنات أطلب منكم لايكات واشتراكات، وثبتوا وجودكم بلايكات. أريد تفجرون الفيديو لايكات حتى يصعد ونصير عائلة كبيرة من أخوات وبنات وأمهات، نصير عائلة كبيرة ولمة كبيرة، وأحبكم كلش هواية. تعالوا نبدي بوصفتنا. ومثل ما قلت لكم لا تنسون اللايكات والاشتراكات وتفعيل الجرس على الكل، ومشاركة الرابط مع الأهل والأصدقاء حتى الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. وأدري بكم ما تقصرون، وأشكر كل أم وكل أخت وكل بنوتة انضمت لقناتي، كلكم على راسي. هسه نرجع لوصفتنا بنات. مثل ما وعدتكم فيديو المشتريات السابق قلت لكم هذا الجوز والزيتون، زيت الزيتون راح اسوي بيه وصفة حلوة. هنا اليوم عندنا شنو؟ عندنا المكدوس السوري، ويا جمال المكدوس السوري ومنو ما يحبه. وحتى بالسوق سعره يعني سعر الكيلو مبلغ وقدره، يعني كلش غالي. فأني بطبيعتي أحب أسوي كل شي بالبيت، ما أحب أشتري شي من السوق، ما أعرف إلا أنا أسوي بالبيت. هنا عندنا المكدوس السوري لازم باذنجان صغار، لازم كلش صغار، يعني أنا قوة لقينا هذا الحجم. شو نسوي؟ نخلي عنا نغسل الباذنجانات ونخلي على النار جدر بيه مي وملح، ملح خشن. نخلي فور نذب الباذنجان بيه، نسلقه لمدة ربع ساعة. شلون تعرفين إنه الباذنجان استوت وها هي لازم تطلعيها؟ تاخذين وحدة تبرديها جوا المي البارد، وتشوفين هذا الكمع الأخضر اللي بيها، بس تفتحينه هيك بإيدك يوقع بسرعة بكل سهولة، يوقع هذا الأخضر مال الباذنجانة. بس تشيلينه جوا المي البارد يطلع بيدك، هاي معناته إنه الباذنجان استوى وخلاص، لازم تطلعينه وتبردينه جوا المي. هاي شوفي، هاي شوفي، هاي معناتها استوى. من وصلتي لهاي المرحلة الكمع هيك يوقع بسهولة، يعني معناته استوى الباذنجان عندك. ماشي حبايب؟ انتوا لو بس تتبعون الخطوات هاي خطوة بخطوة راح ينجح عندكم، وما أقولكم شلون نجح عندي وصار يجنن. بنات أحسن ما نشتري من السوق الكيلو، يعني قليل وغالي. انتي سوي بيدك ونظيف وعلى ايدك وبيتك وكمية بيها بركة. هسه هنا أنا طلعته جوا البورة وجاي أبرد بيه، مثل ما تشوفون جاي أشيل الكمع الفوق الأخضر. هاي معناته إنه الباذنجانات استوى عندي 100%، واستواء ناجح. شوفوا شلون بكل سهولة يطلع. هسه بديت بعد ما خلصت الباذنجان، بعد ما شلت الروس الخضراء، فشنو أسوي؟ فتحة داخل الباذنجانة من صفحة واحدة، افتحها من صفحة واحدة واخلي بيها ملح خشن. بنات لازم ملح خشن، ضروري ملح خشن. نجيب مصفي ونخلي جواه فدنجان صغيرة هيجي. باعيلي شلون افتح الباذنجان. شوفوا هنا اخلي ملح وكثري ملح، ملح خشن. لازم هاي الوصفة تحب الملح، يعني لازم ملح خشن. نخليهن كلهن نصفطهن بالمصفي باتجاه واحد. شوفوا لي شلون افتحها مثل ما موضحة بالفيديو. راح نخلص كل الكمية بهاي الطريقة. احجولي من مجربة المكدوس بالبيت، من مسويته. بعد ما خلصنا هاي الكمية كلها، أول طبقة خلصناها نرش عليها ملح. بعد ما كملت كل الباذنجانات فتحتهن، الطبقة الأولى فتحتهن وخليت بداخلها ملح، صارت طبقة عندي بالمصفي رشيت عليها ملح. لازم ضروري ترشين عليها ملح. هسه نبدي بالطبقة الثانية ونستمر هكذا لحد ما نخلص كل الباذنجان اللي عندنا. يعني هاي بنات المكدوس الصبح ويا كوب شاي
وصمونة يعني فتشي تغنيش عن ريوق كله. هسه هنا هاي بديت بلشت أسوي بالطبقة الثانية نفس الشي نفس الطريقة. أفتح الباذنجانة وأحشيها ملح ونخليها هيك، وهم من أكمل هم أرشها ملح. هسه بعد ما كملناها ايش راح نسوي؟ خليت قلت لكم جوانجانة حتى صفوا مي، راح أخلي هذا الماء فوقاته حتى شنو أخلي عليه ثقل. عندنا هذا الباذنجان لازم ينشف من المي نهائي يعني، لأن المكدوس عدو المي. المكدوس إذا بيه شوية مي خرب، اعتبريه خرب. هسه خليت عليه ثقل وتركته. أنا خليته الساعة 9 بالليل، راح ثاني يوم 9 بالليل يلا أشيله وأصفيه واشتغل بيه. عندنا هنا الحشوة مال مكدوس: فلفل أحمر، بابريكا، ثوم، ملح خشن، زيتون، جوز، وزيت الزيتون. هاي الحشوة كلها جوز وفلفل أحمر وبابريكا حلوة، إذا تردون بابريكا حارة عادي خلوه، ثوم راس واحد، وزيتون. هاي زيتون إضافة من عندي، ما تحبون الزيتون لا تخلون، هاي إضافة من عندي إحنا نحبه خلينا. راح آخذها بالماكينة وأثرمها ثرم ناعم. هسا إيش راح أسوي لها الحشوة؟ راح أفرشها بصينية وأخليها جوا البانكي لمدة يوم كامل. يعني شو وقت أبدي أحشي أشيلها. مثلا أنا قلت لكم خليت الباذنجان صفطته بالمصفي وخليت عليه ثقل، خليته 9 بالليل. ثاني يوم 9 بالليل يلا شلت الثقل من عنده وبديت أشتغل بيه. والحشوة هم يعني هم خليتها بالليل، ثاني يوم بالليل شلتها. قلت لكم فارشتها بصينية وجوا البنكة، لأن إحنا ما نريد رطوبة بالحشوة، لأن الحشوة من خلينا لها ملح قامت المواد تذوب مي، فإحنا ما نريد رطوبة بالحشوة. شوفوا لي بعد ما نشفتها ليلة كاملة جوا البنكة، شوفوا الحشوة شلون صارت تجنن. هسه ايش راح نسوي؟ راح نبدي نشتغل بيها. هسه جت اللحظة الحلوة. شرحت لكم خطوة بخطوة بنات، وأي استفسار كتبوا لي بالتعليقات وأني حاضرة أرد عليكم. هنا أنا جبت خاولي مال مطبخ نظيف، طبعا هذا جديد ما مستعمل. الباذنجانات لازم يعني هاي حبات الباذنجان لازم ننشفها وحدة وحدة قبل ما نحشيها. قلت لك المي أهم شي، المي ولا قطرة مي يكون بهاي الوصفة. ولا تبخلين بالحشوة، دلليها للباذنجانة يعني بيكم ما تخلين بيها حشوة، يعني هي يعني طعمة المكدوس بالحشوة هاي. شوفوا بنات، شوفوا شلون جاي أنشفها، والحشوة عندي ناشفة وكل شي ناشف. حشوة خليتها ليلة كاملة، فرشتها بصينية وخليتها جوا البانكة تنشف. كل شوية أجي أقلبها، مثل أنا ورايحة أنا جاية كل ما أمر من يمها أقلبها بالخاشوقي. عندي هنا دبة معقمتها ومنشفتها وكاملة، نشفتها من المي همينة، إذا بيها قطرة مي أو شي نشفتها كلش تمامة من المي. يلا بديت أخلي بيها الباذنجان، وهنا مستمرين نحشي وياكم. وإذا عجبتكم الوصفة كتبولي وسوولي لايكات إذا عجبتكم الوصفة تستاهل. وما تصدقون ايش قد تعبت بيها، أنا أشتغل بيه هذا يومين، انت تشوفونه يعني ربع ساعة يومين أشتغل بيه. هنا أنا بعد ما كملت المكدوس كله وصفطته بالدبة أو البرطمان، هسه شنو خلينا عليه زيت الزيتون. وشوفوا الجمال، شوفوا لي الجمال بنات. زيت الزيتون لازم يغطي المكدوس تماما، إذا المكدوساية تبقى هيش طالعة راح يصير بيها عفن من فوق، لازم تغطوها. تكون الباذنجاناي ما تطلع لي فوق، متغطاية بالزيت لازم، لأن إذا قلت لكم إذا تبقى طالعة، شوفوا غطيتها تماما، إذا تبقى طالعة يصير بيها عفن. أنا ما دخلني، ما تقولون ما قالت إن الباذنجان يعفن عندكم وتقولون محمودة قالت، لازم تغطونه. وهنا خلصنا. وطبعا صارت لي بعد مو بس هاي سطلة صغيرة هم، وهاي النتيجة شوفوها، شوفوا لي الجمال. يعني بالبيت تعجبوا عليه. طبعا أنا مو أول مرة أسوي هاي، دائما أسويه. ولهنا يخلص فيديوني. وقولوا لي إذا عجبكم، وأشوف وسهمنا وسهمكم العافية. أشوفكم على ألف خير. باي باي.